فضيحة سماسرة دفاتر الصوق في لبنان. منذ أسابيع يعاني المواطنون للحصول على دفاتر صوق مقابل إيصالات حصل عليها الناجحون في اختبار الصوق، إلا أن هذا الانتظار تحول إلى سمسرة يجني من خلاله السماسرة أرباحاً كبيرة. حسب معلومات لبنان 24، فقد عمد سماسرة إلى حجز عشرات المواعيد لعدد من حاملي الإيصالات بشكل غير قانوني لقاء بدل مادي، وهذا ما شكل فضيحة كبرى، حيث حرم الآلاف من الوصول للمنصة على الرغم من المحاولة عشرات المرات لحجز موعد عبر المنصة التي تعطي إشعاراً بأن لا مواعيد متاحة. مصادر وزارة الداخلية أكدت للبنان 24 أن ما جرى هو استغلال من قبل مكاتب تعليم الصوق، ما استدعى تدخلا من الوزير من أجل تسيير أمور المنتظرين، وذلك بعد أن تحكم السماسرة بالمنصة لتحقيق أهداف ربحية خاصة بهم. وأعلنت وزارة الداخلية في السياق تخصيص أيام عمل إضافية لاستبدال الإيصالات برخص السير ورخص السوق البيومترية. كما أوضح العميد نزيه قبرصلي أن هناك ضغطا هائلا على تسلم دفاتر الصوق بمعدل 370 ألف دفتر يوميا، وهذا ما استدعى مضاعفة العمل.